قصتنا النهاردة عربية، بالتحديد في بلد المليون شهيد الجزائر. في قصتنا النهاردة هنتكلم عن نادي قدر يستغل عدم قدرته المالية بشكل كبير، وقرر انه يمشي عكس الاتجاه الأندية الأخرى. قرر انه يبقى منجم للمواهب مش بس في الجزائر، بل للعالم كله. قصتنا هتبقى عن نادي برادو. نادي برادو اللي اتأسس في سنة 94، يعني عدى عليه بالظبط 21 سنة، وبالرغم من كده بقى ليه اسم قوي جدا في الدوري الجزائري. يعني هو السنة دي في الدوري في المربع الذهبي، انت متخيلين؟ وليه اسم قوي جدا في القارة الأفريقية. النادي ده لما بدأ تأسيسه كان على إيد الأخوين زاتش، وبالتحديد خير الدين اللي هو بقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم موسم 2017 ل 2021 بالمناسبة. ساعتها فكروا بره الصندوق شوية واستغلوا عدم قدرة النادي ماليا ببقية الأندية الأخرى. قالوا إحنا هنبقى منجم للمواهب، بدل ما نشتري إحنا اللي هنعمل قاعدة للاعبين المميزين تبقى دي مفيدة للفريق ماليا بشكل كبير. من هنا كانت بداية مشروع النادي. من الحاجات اللي هم عملوها إن في كل ولاية بنوا لنفسهم قاعدة، يعني عملوا أكاديمية تبع النادي تجلب اللعيبة الصغيرة، وده كان سبب في تطويرهم، ان هم استغلوا اللعيبه دي ونموا فيهم موهبه الكوره وتطويرها كمان بشكل مميز جدا. من برضه الحاجات المميزه جدا اللي عملوها ان في 2007 تعاقدوا مع الشركه الفرنسيه جي ام جي لخص الناشئين، وليها اهتمام قوي جدا في المجال. وبمناسبه ذكر الشركه، فليها تجربه برضه مميزه مع فريق وادي دجله المصري اخر السنين اللي فاتت، اللي يعتبر من افضل الانديه اللي طلعت مواهب في مصر واوروبا بشكل عام. فترة جي ام جي مع نادي برادو كانوا بيعلموا اللعيبة حاجات مختلفة. يعني مثلا كانوا بيخلوا اللعيبة تلعب زي ما بنقول كده حافية من غير أحذية، كانوا بيخلوهم من غير راس مرمى يلعبوا وانسلطة زي ما بنقول. ليه؟ عشان ده يظبطهم بشكل قوي جدا، ينمي فيهم الموهبة ويتطوروا. ده فعلا اللي حصل فيما بعد كل السنين دي. طبعا نجحت فكرة نادي برادو وقدر انه يطلع لعيبة مميزة جدا لأوروبا، على رأسهم المدافع الجزائري الدولي نجم بروسيا دورتموند رامي بن سبعين. وعندك برضه يوسف عطار لاعب نادي نيس، واللي لعب نفس النادي برضه اللاعب هشام باوداوي، اللي بالمناسبة كان في التيم الرسمي اللي توج بكأس أفريقيا مع منتخب الجزائر في مصر 2019. وساعتها انتقل ب 4 مليون يورو في 2019 لنفس النادي الفرنسي. وده كان نجاح قوي جدا لإدارة نادي برادو، إنه يبقى عندها لاعب توج بأفريقيا وفي نفس السنة راح أوروبا بمبلغ كبير. وبعد كده عندهم مثلا لاعب زي زكريا نايجي، كان افضل هداف في الدوري الجزائري في 2019. واخيرا في 2024 في الانتقالات الصيفيه الماضيه كان لاعب نص الملعب ياسين فتراوي اللي راح شارلوال بلجيكي، لعيب برضه كويس جدا. واخيرا وليس اخيرا قدر نادي برادو ان هو يطلع لاعب دلوقتي من افضل اللعيبه في المنطقه وفي دوريات شمال افريقيا، وهو اللاعب بولبينا صاحب ال 22 سنة فقط. لاعب مكسر الدنيا حرفيا، هداف الدوري الجزائري الأكثر مساهمة بالأهداف ب 24 هدف مع فريقه، رقم خرافي. مفيش لاعب في المنطقة العربية عمل الأرقام اللي هو بيعملها، لدرجة إن جاله كمية عروض مش طبيعية، على رأسها الزمالك في الصيف والشتاء الماضي، وكمان عروض أوروبية كتير واهتمامات جات لعادل بولبينا. إدارة نادي ريال بيتيس بعتت كشافين إنه يتفرجوا عليه في مباراة فريقه برادو أمام اتحاد العاصمة. بالمناسبة سجل فيها هدفين كمان. لاعب قوي جدا، ويثبت ان اداره النادي فكرت صح، فكرت في مشروع قوي جدا بدأ من 21 سنه ونجح ولسه بينجح، ولسه عندهم منبع لعيبه قوي جدا ما بيخلصش. إدارة نادي برادو فكرت صح لما خرجت بره الصندوق، فكرت بشكل مميز جدا في كارير مختلف عن باقي الأندية، إنها تبقى منبع للعيبة المواهب داخل الجزائر، وكمان تصدرها في أوروبا فيما بعد بأفضل الأسعار وتعود للنادي بشكل قوي. بالفعل في آخر السنين هم نجحوا بشكل مميز جدا في الكارير اللي هم بدأوا فيه.